هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه الزينة دي للديكور الباب او اي مكان عندكم في البيت بالحاجات اللي اتكسرت عندنا وباظت من ديكورات راس السنة وزواق الشجرة. عملتها بفكرة سهلة جدا، خامات موجودة في كل بيت لو اول مرة بتشوفوا، وخامات موجودة في كل بيت ومفيش حد مش هيعرف يعملها. بصوا بصراحة سهلة جدا. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تعالوا بقى عشان نبدأ كده نعملها. عايزة اقولكم هي فكرتها سهلة جدا ومش مكلفة بالطريقة طبعا اللي بتتباع بيها. انا هنا هستخدم ده اللي هو السلك اللي بيتباع للمناشر بتاعة الغسيل. لو ده مش موجود بصوا ساعات الدراي كلين بتبعت شماعات بالشكل ده، نفس الماتيريال. فاحنا ممكن بس ان احنا نفكها من هنا باي بنسة او حاجة ونشكلها، هتلاقيها بتتشكل معانا. يعني انا عملتها في سنة من السنين بده، والسنة دي قلت اعمل بالسلك ده بحيث يكون متوفر عندكم. لو حتى كمان مش موجود السلك ده احنا ممكن نقص حتة كرتون دايرة، وطبعا نفرخها من النص بحيث ان يبقى شكلها مستقيم كده. طبعا ممكن نلزق ده بسوليتيب او ممكن لا، براحتكم. علشان يفضل شكل الدايرة وتقدروا طبعا يعني تحددوا شكلها اكتر براحتكم. هنحتاج الزرع الاخضر، الفروع دي بتتباع في المكتبات وبتتباع عند اي محل بتاع زرع. وطبعا دلوقتي عشان الكريسماس يعني وراس السنة موجودين في كل مكان. هنحتاج بقى شرايط ايا كان الشكل على حسب الديكور اللي انتوا عايزين تعملوه. بصوا، واي زينة عندكم من الشجرة، يعني مثلا فيونكة، في الحاجات دي. انا طبعا جبت بس حاجات، والاكتر بقى اللي خلاني اعمل اصلا الفكرة دي. بصوا انا جمعت كل الحاجات المتكسرة من عندي، يعني شايفين دي كمان هتلاقوا حاجات كده. بابا نويل ده يعني مكسور اهو. فجمعت بقى كل الحاجات دي عشان، وطبعا شوية كور، شوية حاجات الزينة اللي ممكن نزين بيها يعني. اول حاجة هشيل دول، وهحتاج طبعا مسدس الشمع ومقص لو حبينا نقص حاجة زيادة. حاجة هعملها كده، هبدأ بقى كده، هجيب دي واشكلها اخر شكل انا خلاص عايزاه، او اي المقاس اللي انا عايزاه. بص هو بيتني بالايد عادي، وهبدأ من هنا هحط بقى شمع والزق كده. تمام. ابدأ احط هنا كده شوية من الشمع، هو للأسف أنا مش لاقية المسدس بتاعي التاني، كان بينجز أكتر. بس وهحط الطرف كده وهمسك بس ثواني عشان يمسك كله في بعضه. وهبدأ بقى ألف عليه الشرايط دي. أنا عايزة أوريكم الشكل بيكون عامل ازاي. بصوا تبدأ تتملى كلها بشكل حلو. انا بحب الشرايط الخضراء دي جدا في التزيين لراس السنة. بصوا بتدي جو تحفة كده. هلفها بقى كلها. ده انا كنت لزقاها قبل كده، فطبعا بس هحاول اداري. هلف كده الدايرة كلها وارجع لكم اوريكم شكلها.
كده شكلها بعد ما لفتها كلها. هنبدأ بقى عايزين نزينها ونعمل لها ديكورات حلو. اول حاجة انا هاجي على الحاجات المقطوعة او مكسورة دي، هحاول بالراحة كده اشيل الجزء اللي من فوق ده، وبمسدس الشمع احط كده شوية، وهبدأ الزقه عليها. هطلع كده كل الزواق اللي عندي. كان في واحدة تانية دي مثلا مكسورة، شايفين كلها يعني قوي، ممكن احاول اسويها بس من هنا بحيث ان اعرف الزقها بالشكل ده. تمام، احط شوية لزق. طبعا دي انا هوريكم هعلقها فين في البيت عندي، بس دي فكرة حلوة جدا لاستغلال كل الحاجات اللي عندكم. يعني الكورة بس بشيل الحتة دي. اللي خلاص بقى ديكورها بقى قديم او بايظة، شايفين بشيل بس بمنتهى السهولة كده، وباجي في المكان بقى المكان القطعة اللي اتشالت دي يعني اي كورة فيها حاجة بايظة، فيها حاجة مش مظبطة، ممكن كمان يعني بابا نويل المكسور ده. دي طبعا يعني فكرة لاستغلال الحاجات اللي باظت عندنا. ممكن كمان شكل السنوبر ده بيطلع حلو قوي. احط كده يعني اعتقد كده ممكن بس احط حاجة كمان خضرة. عندي بابا نويل صغير كده اخضر. تقدروا تملوها زي ما تحبوا. لو تلاحظوا انا سايبه من فوق علشان عايزه اعمل لها ديكور بقى يكون حلو، فانا بفكر احط لها دي، او ان احنا ممكن نعمل بالشرايط زي دي فيونكات حاجه كده. بس انا حاسه ان الاحلى ان انا احط الاول من الفيونكه دي عليها، فهبدا كده الزق الفيونكه الاول عشان كمان احط حواليها اللي انا عايزاه. احط شمع كده كويس. اصلا دي كان ممكن نضاء بيها قدام البيت، بيطلع شكلها حلو على الباب. يعني بصوا ليها افكار كتير وليها حاجات كده كتير حلوة. ممكن بقى نحط ايه، حاسة اني لو حطيت دي عليها، ها
اعتقد الفيونكة لوحدها يمكن شكلها احلى، او محتاجة حاجة اصغر. بس هحاول بقى كده ازود اللعب يعني فيها. ممكن نحط زي الجرس ده، ممكن نحط كور العادية دي، بس انا حابة بما اني حطيت كور جليتر كلها يبقى كله موحد. ممكن على ايد الكريز دي بتطلع، بصوا مش قادرة اقولكوا قد ايه جميلة، بس هي دي بسلك، فانا بس مجرد هلف السلك عليها بحيث لو حبيت افكها في اي وقت يبقى الموضوع سهل. احط الناحية التانية كمان، طلعة حلوة جدا. طبعا احنا مجرد بس بنعلقها كده فبتكون كل الديكورات باينة، يعني بنشبكها بس كده. مش قادرة اقولكم قد ايه طلعة حلوة، شكلها كيوت، فيها كل الزينة البايظة عندنا، مش مضطرين نشتري لها حتى زواق جديد او اي حاجة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.